اظن سامعين الصوت الجميل والقرمشه. القرمشه دي تقعد لتاني يوم، فعامله ازاي؟ احسن من الجاهزه الف مره واوفر من الجاهزه. عملنا بكوبايه دقيق واحده 13 واحده من دول. انا ما عملتوش كله، ده اللي بالبسطرمه وده اللي باللحمه. شايفين الجمال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلت يا ولاد روايح رمضان يا ولاد، كل سنة وانتم طيبين. حبايب قلبي، كنت بعمل عزومة في الشغل و قطعت الحاجات دي من العزومة بحس ان ايه، يعني ايه نعملها لكم، ولو ان انا عاملاها على قناتي، بس دي على قناة ام ادم عشان تبقى عندكم على طول تعملوا بحث عليها تلاقوها. فانا هنا معايا كوباية من المية ورشة من الملح ومعلقة خل صغيرة، لان دي كوباية مية واحدة بس. طيب حد هيقول لي يا خالة نصرة ليه حاطة الخل؟ الخل وبيساعدك وانت بتفرديها، بتتفرد معاكي بسرعة، وفي نفس الوقت برضو بيديك القرمشة. ورشة الملح طبعا بتعمل عرق للعجينة. والموضوع كله سهل وبسيط. وكوباية المية كوباية الدقيق بتاخد حوالي تلت كوباية من المية، او على حسب ما انتوا على حسب ما كل دقيق بقى بيختلف عن التاني. والموضوع سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. انا كواحدة بطبخ او واحدة داخلة المطبخ او ست بيت، انا محتاجة ان انا اعمل شوية سمبوسك، مش محتاجة ان انا اجيب مسطرة واعمل واقطع واشرط واعمل، مش قصة يعني. انا عايزة الموضوع يبقى سهل بالنسبة لي، فالموضوع مفيش اسهل منه. عجناها كده، والكوباية دي هنقطعها على 12 واحدة، 12 وحدة سمبوسك. موضوع سهل وبسيط. كل حتة هنقطعها يا ولاد قد الليمونة، كور صغيرة كده. انتوا بقى براحتكم، عايزين تصغروا، عايزين تعملوا رسمة تانية، لفة تانية، اي اللي انتوا عايزين تعملوا اعملوه. انا بنقي بالنسبة لي، انا كبشتغل اسهل حاجة بالنسبة لي اعملها. زي ما انتوا شايفين كده بكورها كور صغيرة ومطولة الفيديو. ما يعني الناس اللي بتمل من الفيديو الطويل، انا مطولة الفيديو مخصوص عشان في ناس كتير اللي متابعة الاكل يعني وبتحب وصفات الاكل. الناس بتبقى حابة الموضوع يبقى بطيء وسهل عشان تبقى ايه، يعني يبقى سهل بالنسبة لها تتعلمه، مبقاش في حاجة ايه صعبة يعني. تمام. اهو كور صغيرة اهو، ما سبتهاش ترتاح. انا بعد ما اقطعها كده هسيبها ترتاح. قد ايه؟ خلا نسرة حوالي ربع ساعة، تلت ساعة، ما فيش اكتر من كده. غطاها بكيس بلاستيك وفوطة، وبعد كده هنفردها مع بعض. سهلة سهلة سهلة، بسيطة بسيطة. بالنسبة بقى للقلي والبتاع ده عادي، لو الزيت والاضرار الزيت وغلو الزيت والكلام ده كله ممكن ايه. هنا بعد العجينة بتاعتي ما ارتاحت، هنعمل ايه بقى؟ احنا قطعتها على 12 واحدة، هناخد 3 يعني واحدة، كل واحدة نفردها، ولا مؤاخذة ندهنها دهنة زيت بالفرشة ورشة دقيق. دهنة زيت بالفرشة ورشة دقيق، نحط التلاتة فوق بعض. الطبقة التالتة اللي فوق من السطح من فوق مش هنحط عليها زيت عشان نعرف نفردها بعد كده، زي ما انتوا شايفين كده. وبقي وجعني وهسكت خالص مش هتكلم لما تشوفوا اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. انا اسفه ان انا مبطئه الفيديو، بس انا مبطئه الفيديو عشان الناس اللي بتقول لي يا خاله نصره طولي الفيديو شوي. والله ما بقيت عارفه اطول ولا اقصر ولا اطلع على الشجره، مش عارفه، ولا على الحيطه. انا هعمل لكم 3 4 نسخات من خاله نصره، واحده تبطأ، واحده تسرع، واحده تجري، واحده تطير عشان كل واحد ياخد النسخه اللي تعجبه. او ندعة الزيت يا ولاد اهو، مش بنبالغ في الزيت يا ولاد. شايفين يا ولاد؟ يا ولاد اهو، اهو. وقلبناها ونسيبها بقى ترتاح ثواني ونعمل غيرها. بعد ما نعمل غيرها وتكون الدنيا ارتاحت نروح فردينها.
مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طيب، ملحوظة، بعد ما تسووها خالص يعني تفردوها وتسووها في الطاسة وتفردوا كل واحدة عن واحدة وكل الكلام ده. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. ممكن كمان تعملوا أربعة. انتوا واخدين بالكم؟ ممكن تعملوا الأربعة على بعض. انتوا شطارتكم عايزين تعملوا تلاتة على بعض زي ما أنا بعمل كده اعملوا، عايزين تعملوا أربعة. قبل كده عملت أربعة، قبل كده عملت تلاتة كده يعني. مش قصة الموضوع. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. تحشوا السمبوسك قبل ما تشيلوها في الفريزر. احشوها يا جماعة، لأن انت لو طلعتيها وهي مش محشية، عارفين عاملة زي ايه؟ زي القطايف. القطايف ما ينفعش ان انت تشيلي القطايف، لازم تشيليها محشية. هتطلعيها وانت بتلفيها واحدة هتعدي منك على خير، والباقي كله هيتشرخ منك وهيتكسر. فعلي مش مستاهلة. تسمعيش كلام اللي يقولك انا شلتها في الفريزر وطلعت كده. انا مش هضحك عليكم، مفيش مصلحة ان انا اضحك عليكم في حاجة. تمام اهو. بنفردها الفرد الوسط المعقول. ما نخليهاش برضو رقيقة قوي، لان حتة رقيقة قوي ده عيب برضو، مش حاجة حلوة. لانك لما بتيجي تحط لي فيها حشوة وتطبقيها ممكن تشرخ منك، والحشوة تقع في الزيت فيبقى ايه. خير الامور الوسط يا جماعة. خير الامور الوسط، مفيش اي حاجة. بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا كلها، رحنا على البوتاجاز. الطاسة دي سخنة، سخنة مش سخنة او سخنة عادي. ما بنخليهاش تاخد لون، يا دوبك تتشمع، نقلبها على الناحية التانية. شايفين؟ تتشمع اهي، لا خدت لون ولا خدت حاجة. انا بعد بتاع ليه الطاسة، عشان انا العين اللي قبلها بايظة. يعني مش عاملاها بالعين دي يعني، انا كده. شايفين؟ يا دوبك تهدى ثواني، تهدى ثواني. شايفينها سخنة ازاي؟ اهي بسلكها عن بعضها. شايفينها؟ بسلكها عن بعضها. يا دوبك تهدى ثواني، مش اول ما اشيلها من الطاسه افتحها عن بعض، لانها بتبقى ايه، طريه زياده. نسيبها بس ثواني كده ونعملها. طب كمان ملحوظه، نسيبها تبرد. يعني كنا نحشيها نسيبها تبرد خالص وتهدى قبل ما نعمل الحشوه. الحشوه تكون بارده والعجينه تكون بارده، عشان واحنا بنعملها ما تتقطعش لانها حاجه رقيقه. تمام. اظن بتفاصيلها كلها. اتمنى ان انتوا تشاهدوا الفيديو عشان تستفيدوا بيه. ها. واتمنى ان انتوا تشاهدوا قناه ام ادم يا ولاد، ما تسيبوهاش عشان القناه ما تقفلش. وكل والله ما بلاقي في وقت والاقي فرصه بعمل حاجه وانزلها، انتوا عارفين شغلي وعارفين ظروفي. تمام حبايب قلبي. بالنسبه للحشوات بقى، انا عن نفسي كواحده بطبخ في المطبخ، انا ما بحبش حشوه الفراخ واللحمه والجو ده، بكلمكم بجد. لكن انا بعملها عشان بتبقوا طالبينها مني في الشغل. انا اكتر حاجه بحبها الجبنه البراميلي مع الفلفل مع البقدونس، احلى حشوه بالنسبه لي. انتوا بقى شكلوا جبنه براميلي، اللي عايز لحمه، اللي عايز بسطرمه، اللي عايز يوفر ويعمل يسلق شويه عدس. شويه عدس بجبه زي اللحمه، ويحط عليهم شويه توابل وشويه فلفل الوان وشويه بقدونس وشويه شطه، ويشخلعهم ويدلعهم. اللي ما قدرتوا يجيب جبنه، اللي انتوا عايزينه اعملوه. الاكل ده يا جماعه وجهات نظر، مش اكتر ولا اقل. هنا انا بحشيها بالايه، شويه لحمه مفرومه، حطيت حته جبنه شريحه كده صغيره، حته من فوق وحته من تحت، واهو هلفها معاكم بكل سهوله. ما بحاولش كمان امليها حشوه عشان وانا بلفها ما تنضغطش وتتقطع. والله احلى من احلى من افخر سمبوسك بتاعت بره. احلى الف مره. مقرمشه وبتقعد حتى يمكن بعد ما لو كلتوا منها واللي فضل منها بتلاقيه بيقرمش كده وجميل جميل جميل. انتوا بنفسكم هتجربوا، لان القصة كلها كوباية من الدقيق. ولا حاجة، ولا حاجة. ايه كوباية من الدقيق؟ موضوع سهل وبسيط. والعجينة ديت انا هحط شوية مية وشوية دقيق اللي هي مادة اللزق. موضوع سهل وبسيط. في ناس بتعملها بالبيض، بتلزقه بالبيض، بس انا مش شايفة ان دي قصة يعني. موضوع سهل، مش مستحق بيض ولا مستحق اي حاجة. شايفين يا ولاد الموضوع سهل ازاي؟ وغالبا كمان بيطلع في دوريات كبيرة شوية واسعة، وفي دوريات مش قصة خالص.
ولا فرقة، ولا محتاجين نصغر ولا محتاجين نقطع ولا محتاجين نعمل اي افلام. موضوع بسيط وسهل، ومش قادرة اقول لكم على التجربة او الفكرة هي قد ايه جميلة. فتخيلي بقى كوباية دي واحدة هتعمل لك قد ايه؟ 12 واحدة، وممكن تعملهم 13 واحدة. وممكن انت تصغري، انت بقى شوفي انت عايزة تجددي، عايزة تضيفي للوصفة براحتك، انت براحتك انت. عايزة تفتحي الدائرة دي تفتحيها من الجنب وتلفيها زي السمبوسك وتعمليها، ده براحتك، ده في ايديكي برضو اللي انت عايز تعمليه. انما انا بتكلم بالنسبة لي انا كواحدة بشتغل، انا بحب اعمل اسهل حاجة، وانا اعمل مثلثات ودوريات. اهم حاجة الحاجة اللي انت بتاكليها حلوة ولا لا، جميلة ولا لا بس. وعاملة زي صوابع المحشي كده او صوابع الجلاش، جميلة بجد يعني. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي في التعليقات يا خالة نصر الوصفة حلوة ولا وحشة. وبشكركم جدا جدا جدا، ربنا يا رب يكرمكم ويستركم في الدنيا والاخرة. وشاهدوا يا حبايب قلبي، انا كمان باخد الفيديوهات دي اشيرها عندي على القناة بتاعتي، شاهدوها يا حبايب قلبي عشان تستفادوا. كده كده القناة ما بيجيناش منها الهوا، لان انا كل فين وفين لما بنزل فيديو عليه، لان مفيش وقت. فانتوا بس عشان برضو القناة ما تقفلش، وتبقى برضو قناة لكم انتوا لو في حاجة وصفة ناسينها تخشوا على القناة، ما فيهاش بقى رغي ولا هري. ماشي حبايبي، اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. بشكركم جدا جدا، ربنا يكرمكم ويستركم، ويا ريت تشيروا قناة ام ادم عشان قناة ام ادم تكبر يا ولاد. وجزاكم الله كل خير، واشوفكم على خير.